الفنانة العراقية الكوميدية نسمة قبل التجميل وبعد التجميل شنو سوت حتى صارت هيجي من بعد هذا الشكل إلى الشكل اللي تشوفونه قدامكم. نبدأ بالتفاصيل. مرحبا متابعيني جديد بالقناة، خلي لايك واشتراك وفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. وأكيد نبدأ بتفاصيل فيديونا اليوم. نسمة مثل ما شفتوها قبل كانت كلش سمينة، فضعفت، بعد ما ضعفت وجهها كله اترهل وخرب كلش خرب. فبعدها سوت راحت لكذا مركز، والمراكز هاي هم أنا ما ضبطت وياها. هسه حاليا سوت عدة أشياء حتى إنه غيرت شكلها ورجعت بنية صغيرة. سوت أول شي تركيب للشعر، سوت شالت وجهها كله عبارة عن سحب، سحبت عينها سوت عين القطة، وسوت فيلر للشفة وحواجبها سوت لهم بوتوكس، وسوت تكساس بسيط لحنجها أو ذقنها مثل ما يقولون، وكذلك رفعت خدودها ونفختهم لأنه من سوت عملية قص معدة خدودها كلش كشت يعني جلفطت، فسويتهم من جديد وجديد، فتغير شكلها 180 درجة. رشقت نفسها وكذلك يعني رشقت أنستا، يعني رشقت نفسها تمام. وسوت آخر شيء الحواجب التاتو اللي غيرت كل معالم وجهها. التغييرات اللي سوتها نسمة يثبت إنه التجميل اللي يشتغله صح راح يستفاد منه ويطلع أحلى صورة، واللي يشتغله غلط وبأوفر راح تطلع أبشع من ما كانت عليه. هواي نشوف بنات يسوون تجميل بس أبد ما يضيف لهم، أبد ما يجملهم، بالعكس يبشعهم ويطلعهم أبشع بهواية من ما كانت قبل. يعني كانوا قبل طبيعيين كلش حلوات مثل داليا نعيم وهواي غيرها. كذلك هواي فنانات سووا تجميل أبد ما ضبط لهم، بس إحنا دائما نعطي مثال داليا نعيم بسبب إنه هي أكثر وحدة بالغت بالتجميل. مثلا حقنة سلاف لما حقنت كذلك طلع جسمها كلش بشع وما كان ضابط وياها، انه اوكي نحتي بس من نحتت كلش كبرت مناطق معينه بجسمها بحيث الناس قاموا يخلوها بخانه معينه، فهذا التجميل يضر. لكن اللي سوته نسمه هو التجميل اللي نفعها وفاتها وطلعها